اهلا بيكم. انا محمد رضوان. النهارده انا بصور من جوه الشركه. عاده انا بصور معظم فيديوهاتي هتلاقوها في اماكن بره وكده. فالمره دي الموضوع مختلف شويه، قلت يعني تغيير، بصور في المكتب وبالمره استغل التولز بتاعه المكتب، الاضاءه والكلام ده كله. فيديو النهارده هو تكمله للفيديو اللي فات. احنا كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ازاي تستلم العقار بتاعك، وقلت ان انا هتكلم بعدها ازاي بقى تأجره. فالفيديو ده هيكون تكمله للفيديو اللي فات، وهو ازاي تأجر العقار بتاعك. فلو انت ما شفتش الفيديو اللي فات ارجع شوفه، مهم جدا. ده هيفيدك لما تكون انت مستثمر وبتشتري عقار وعايز تعرف ازاي تستلم العقار، لان دي بتبقى من التحديات اللي بتواجه اي مستثمر او اي مشتري. ازاي استلم وازاي اجر، والعقود بتبقى شكلها عامل ازاي، واكتب ايه في العقد. فارجع شوف الفيديو لو انت ما شفتوش، عشان ده هيفيدك. جايز دي تكون اول مره بتشتري، وكمان هيفيدك انت كوسيط عقاري عشان تقدر تفيد العميل بتاعك. المشكله ان انت بتفضل ورا العميل لغايه ما يشتري، واول ما يشتري علاقتك بتنقطع بيه تماما وكانه اصبح عدو. فهنتكلم النهارده في الفيديو ده عن ازاي تأجر العقار بتاعك، وهيبقى التركيز اكتر على العقار التجاري لان ده الموضوع فيه بيبقى فيه تفاصيل اكتر شويه عن السكني. طيب دلوقتي انا استلمت العقار بتاعي، عايز بقى اجره. بعمل ايه؟ اول حاجه، لو انت اشتريت عن طريق وسيط عقاري ترجع له. لو شركته بتشتغل في الايجارات خليه يساعدك ان هو يأجر العقار بتاعك. لو شركته مش بتشتغل في الايجارات خليه يرشح لك شركه تكون محترمه بتشتغل في الايجارات تساعدك تأجر العقار. ولو انت اشتريت من المطور مش عن طريق وسيط، ممكن المطور يرشح لك شركه. المهم انها تكون شركه محترمه وسمعتها كويسه وتقدر تثق فيها ان هي تشتغل على العقار بتاعك. بس نصيحه بقى، واوعى تاخد بنصيحه غير دي. هتلاقي كل الناس بتقول لك ادي العقار بتاعك لكذا شركه، اديها ل 20 شركه تسويق عقاري. اي حد يكلمك تشتغل على العقار بتاعك اديها له. اوعى تغلط الغلطه دي. اوعى تديها لكذا شركه تشتغل عليها. فاوعى تقع في الغلطه دي، دي اكبر غلطه ممكن تغلطها، خصوصا في المدن الجديده زي العاصمه الاداريه مثلا. لان دلوقتي لو نفترض في مدينه ما او في منطقه معينه فيها 1000 عقار معروضين للايجار او للبيع، لو كل واحد من دول ادى العقار بتاعه ل 20 شركه او حتى 10 شركات، فده معناه ان هيبقى فيه 10000 عقار معروضين في السوق. لان طبعا كل الشركات دي بتنزل العقارات دي على البورتالز بتاعت العقارات، الويب سايتس يعني. فانت مدي العقار بتاعك ل 10 شركات واغلبهم شركات مش بتشتغل بشكل احترافي. فاوعى تعمل كده، لان دلوقتي لما المشتري او المستاجر اللي داخل يدور على عقار ياجره لما يخش يلاقي 10000 عقار معروضين، هيلاقي اللي معروض كتير جدا. فيقول لك ايه ده؟ لا ده اللي معروض كتير. ايه ده؟ لا لا دي الاسعار دي عاليه، لا انا مش هدفع الاسعار دي. واول حاجه يخش يفاصل معاك يمكن بنص السعر. هيقول لك ده العقارات كتيره، ده اللي معروض كتير، محدش بيأجر، مش هتعرف تأجرها. وممكن كمان وسيط عقار يقول لك كده، يقول لك اجر باي سعر يجي لك، مش مهم، بدل ما تسيبها فاضيه لا سيبها فاضيه. لان انت دلوقتي لو اجرت بسعر اقل كتير من سعر السوق كل السوق هيتكر وراك. وخلي بالك انا هنا بتكلم على سعر اقل بكتير من سعر السوق، مش بتكلم على سعر سوق مميز، لا بالعكس انت ميز سعرك طبعا عن سعر السوق الطبيعي، دي حاجه كويسه. انا بتكلم على ان السعر يكون اقل من سعر السوق بشكل مبالغ فيه. يعني لما يكون العقار بتاعك مثلا يساوي في السوق 50000 الايجار بتاعه، وانت تأجره ب 25000 ولا 20000، لما يجي حد بعد كده يأجر هتقول له 50000، هيقول لك لا ما اللي جنبك اهو مأجر ب 25، فكله هيأجر ب 25. فانت كده بوظت السوق، السوق بتاعك انت بوظته. فاوعى تغلط الغلطه دي. تديها لشركه واحده بس هي اللي تشتغل عليه، شركه واحده بعد اكسكلوسيف حصري للشركه دي. تمضي معاها عقد حصري 3 شهور، خلال 3 شهور يأجروا العقار. لو ما تأجرش بعد 3 شهور تجدد العقد. عايز تشتغل مع شركة تانية تعمل برضو عقد حصري 3 شهور. المهم انك تديها لشركة واحدة بس هي اللي تشتغل على العقار، عشان لما يكون في 1000 عقار معروضين في السوق يكون في 1000 إعلان. طيب دي أول نقطة. طيب أنا دلوقتي جالي حد يأجر، أعمل العقد إزاي وإيه اللي يبقى مكتوب في العقد والكلام ده كله؟ أول حاجة لازم تبقى فاهمها إن الراجل اللي جاي يأجر ده لازم هتديله فترة سماح، اللي هي اسمها جريس بيريود، فترة سماح علشان يجهز المحل بتاعه. ده مش شقة، مش هيجيب الفرش بتاعه يسكن تاني يوم. انما في المكاتب والمحلات مستحيل، المكتب او المحل محتاج تجهيز بشكل معين. فانت لازم بتدي له فترة سماح، دي بتكون من شهر لغاية 3 شهور. بتبقى طبعا على حسب مساحة المحل بتاعك او المكتب بتاعك. فانت بتدي للراجل ده فترة سماح.
من شهر ل3 شهور على حسب الاتفاق بتاعكم، على حسب المساحه زي ما قلت. فدي حاجه لازم تبقى عامل حسابك عليها، انك مش هتأجر من تاني يوم، مش هيجي لك فلوس من تاني يوم. تاني حاجه نكتب في العقد الفتره او المده اللي هنتفق عليها، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، ايا كانت المده تتكتب في العقد، ويبقى في زياده سنويه 10%. ده الطبيعي في مصر كلها. حاجه كمان لازم يبقى في العقد شروط جزائيه. ليه يبقى في شرط جزائي؟ علشان دلوقتي الراجل ده لو حب يخرج قبل الميعاد بتاعه لازم يبلغك قبلها بفتره كافيه، تبقى مثلا فتره 3 شهور، 4 شهور، ايا كان المده اللي انتوا هتتفقوا عليها. فده لازم يتكتب في العقد، ما ينفعش يجي يبلغك مثلا قبلها بشهر. لو مثلا انتوا متفقين ان هو يبلغك قبلها ب3 شهور وما عملش كده وجي يبلغك قبلها بشهر ان هو هيمشي، لازم بيبقى عليه شرط جزائي. يخسر بقى التأمين، يخسر نص التأمين، المهم ان هو لازم هيخسر حاجة، لان هو هيتسبب لك في عطلة. لان انت على ما تلاقي حد تاني اجرها تاخد لك 3 4 5 شهور علشان تلاقي حد تاني، وهو كده هيسبب لك في عطلة وهيضرك. وكمان لو حب يجدد العقد بعد انتهاء المدة لازم برضه يبلغك قبلها بفترة، قبلها مثلا بشهرين او 3 شهور، بتبقوا متفقين على المدة دي، بحيث ان قبلها تكونوا خلاص متفقين على المده الجديده ومضيت العقد الجديد وارتحت. حاجه كمان انك لازم تكتب في العقد ان هو لازم يسلمك الوحده زي ما استلمها. طبعا هو هيستلم منك الوحده جديده جديده لنج، فهو لازم يسلمها لك زي ما استلمها، متنظفه ومتبيضه. لازم يسلمك الحيطان نظيفه ومتبيضه، دي مهمه جدا. وياخد الحاجه بتاعته معاه، ما يسيبلكش حاجه، لان انت مش هتعرف تودي الحاجات دي فين، واللي هيجي بعده هيجيب حاجته. طيب نقطة كمان مهمة جدا، في شروط مع المطور. في حاجة اسمها كراسة شروط، هي الشروط الفنية للوحدة. المطور بيديها لك كده مع العقد، كراسة شروط. دي بيبقى فيها كل التفاصيل الفنية اللي تخص الوحدة، الديكورات يشتغل فيها ازاي، يعمل ايه، يدخل منين، يثبت دخول الحاجة وخروجها. كل الشروط الفنية اللي تخص الوحدة دي بتاخد كراسة الشروط دي، تاخدها كوبي كده زي ما هي وتحطها في العقد علشان هو يلتزم بيها، لان انت اللي هتكون مسؤول قدام المطور. وهتلاقي كمان مكتوب في العقد شروط التسليم، هتلاقي في شروط مكتوبة كده اسمها التسليم. اي حاجه تخص الوحده من ضمنها مثلا ان هو ما ينفعش يحط يافطه بره غير بشكل ومقاس معين، ان هو ما ينفعش يتخلص من القمامه غير في الاماكن المخصصه ليها، يشتغل في الديكورات ازاي ويشتغل امتى. فكل الحاجات دي لازم تكون موجوده في العقد وتمضي عليها. حاجه كمان، المطورين بيطلبوا ان المحلات تقفل كل 5 سنين وترجع تفتح تاني. ده الاتجاه العالمي، المحل يقفل يجدد الديكورات بتاعته ويرجع يفتح تاني عشان المول يبقى دايما شكله نظيف وجديد. فانت لازم تكون متفق معاه. هو دلوقتي لما هيقفل انت مش هتاخد منه ايجار الفتره دي، هو دلوقتي هيقفل ممكن يقعد 3 شهور ما بيشتغلش، فلازم تكون متفق معاه في الفتره دي هل انت مش هتاخد منه ايجار ولا هتاخد نص الايجار. فدي لازم تبقى متفق معاه من الاول. وتعرف برضو بيكون امتى الوقت ده، تسال الاداره لو مش مكتوبه في العقد، اسال امتى المحل يقفل، هل بعد 3 سنين من الاستلام او بعد 5 سنين، تعرف امتى بالظبط المده دي. وبتكون المده قد ايه، يقفل مثلا 3 شهور، 4 شهور. ممكن المطور يدي حد اقصى مثلا 3 شهور يقفل ويجدد تاني. فلازم تبقى عارف الموضوع ده كله من الاول. فدي كانت نقط بسيطه عن ازاي تأجر العقار بتاعك وازاي تحمي نفسك مع المطور، لان في الاخر انت اللي مسؤول قدام المطور. لو المطور نزل غرامه انت اللي هتدفعها مش هو. انت تجيبها منه بقى ما تجيبهاش ده موضوع تاني، بس انت اللي مسؤول انك تدفع الغرامه دي قدام المطور. لو ما دفعتهاش انت المسؤول. وممكن المطور يقفل لك المحل، ممكن جدا يعني. فشويه ورق كده وشويه تفاصيل بسيطه نبقى واخدين بالنا منها. فانا حبيت اتكلم على الموضوع ده كده سريعا يعني، واتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى اكون ان انا افدتكم. وطبعا لو احتجت مني اي حاجه، اي استشاره، تقدر تتواصل معايا اي وقت. كان معاكم محمد رضوان، واشوفكم الفيديو الجاي.